الفراخ المشوية بتاعة الحاتي كلنا بنحبها وبنحب طعمها جدًا، ولمّا بنيجي نعملها في البيت بنلاقي كده فيها اختلاف. النهارده هنعملها بتتبيلة مميزة جدًا هتخليكِ تحلفي إن أنتِ ما أكلتيش فراخ مشوية قبل كده بالطعامة دي، وبجد هتعتمديها في كل الوصفات بتاعة المشويات. نسمي الله كده ونبدأ الوصفة ونشوف التتبيلة الروعة دي هنعملها إزاي، وهنشويها على الفحم وكمان تقدري إن أنتِ تشويها في فرن البوتاجاز وهتديكِ إن شاء الله نفس النتيجة. نسمي الله ونبدأ الوصفة. أول حاجة أنا جبت هنا فرخة كاملة، وطبعًا غسلتها كويس جدًا، وزي ما أنا قُلت لكم قبل كده كتير إن أنا باغسلها بالطحينة معلقة صغيرة بتخلّيها بيضة كده وجميلة جدًا، وبرضه غسلتها طبعًا بالليمون بادعكها بالليمون مش بالخل، وبعد كده صفيتها من المَيّة كويس جدًا، لازم تتصفى من المَيّة كويس جدًا، وفتحتها كده عملت فيها فتحات زي ما أنتم شايفين علشان تبقى تتبيلة كده تدخلها من كل حتة، وبالذات الصدر عشان الفراخ البيضة بتكون تخينة شوية، وفتحتها كده كمان وشِلت كده جزء من العضمة سِبت الباقي، تقدروا كمان تشويها كلّها وتخلّوها كده زي المسحّب أو تخلّوها مخلية، بس أهم حاجة اللي إحنا نسيب الجلد فيها لإن الجلد ده هو اللي بينزل كده على الفحم بيديها ريحة حلوة جدًا ومش بيخلّيها تنشف. نيجي بقى هنا للتتبيلة، والتتبيلة هنا أنا هاضربها كلّها في الكبة أو في الخلاط، وهي عبارة عن بصلاية كبيرة وطماطماية وكمان فلفل رومي أحمر وفلفل أخضر، وتقدروا كمان تضيفوا فلفل spicy برضه بيديها طعم وtaste حلو أوي. أنا هنا ضربتهم بقى كلّهم هنا في الكبة، والكبة عندي هنا اللي هي الكبة الصغيرة بتاعة الخلاط، علشان كده ما ضفتش التوابل في المرحلة دي لإنها كده هتقع منها. لو عندكم أنتم الكبة الكبيرة شوية اللي هي بتبقى بتكون واقفة مش بتتحط في الخلاط، فما فيش أي مشكلة عادي اللي إحنا هنضيف التوابل في المرحلة دي. بعد كده بقى ومهم جدًا اللي أنا هنا ضِفت نُص ليمونة، والليمون مهم جدًا في الوصفة دي بيخلّي كده لحم الفراخ بيكون دايب وبيديها مزازة وtaste حلو جدًا. بعد كده ضِفت معلقة كبيرة من صويا صوص وكمان دبس الرمان. طب إحنا مش متوفر عندنا دبس الرمان، يبقى هنضيف معلقة كبيرة من العسل الأسود، وما تقلقوش خالص من العسل الأسود مش هيبوّظ الوصفة أو يسكّرها، بالعكس ده هيديها taste حلو جدًا وهيديها لون كده جميل جدًا. بعد كده بقى ضِفت البهارات، والبهارات هي ملح وفلفل أسود ومعلقة صغيرة كزبرة ناشفة ومعلقة صغيرة بابريكا ومعلقة من ال7 بهارات وبنشتريهم كلّهم من عند العطار، وحطيت بقى كل البهارات دي كده كلّها مع بعض، وابتديت اللي أنا أقلّبهم كويس جدًا. عايزة أقول لِك بقى ريحتهم جميلة جدًا، والتتبيلة دي باعتمدها في كل المشويات وخاصةً الفراخ بتخلّيها طعمها حلو أوي. بعد كده جِبت الفراخ طبعًا أنا زي ما قُلت لكم غسلتها كويس ونشّفتها، وأهم حاجة إنها تكون ناشفة علشان لو كانت كده مبلولة التوابل مش هتلزق فيها. هاقلّب بقى هنا كل التوابل كده في الفراخ، ومهم جدًا إن إحنا ندخّل التتبيلة جواها وجوّه الجلد. إحنا هنا احتفظنا بالجلد علشان يدّيها نكهة واللحم ما يكونش ناشف، فإحنا تحت الجلد كده هنبتدي اللي إحنا نحط كده التتبيلة، ما نسيبش كده أي حتّة فيها غير لمّا نحط فيها التتبيلة، وهنغلّف بقى كده التتبيلة دي بورقة استرتش وهنحطها في التلاجة لو إحنا هنحطها الليلة كاملة. طب إحنا لو مش هنحطها يبقى عندي هنا المكون بقى المنقذ وهي الزبدية. الزبدية دي باسميها المكون المنقذ السريع، علشان لو عايزة تحطيها على طول على الفحم مجرد ساعة واحدة بس أو أقل، هتخلّيها طرية معاكِ جدًا. أنا هنا حطيت عليها زبادي عشان أنا خليتها مجرد بس ساعة ونُص، وبعد كده ابتديت اللي أنا أحطها على الشواية. شغّلت بقى هنا الفحم وحطيتها على الشواية وما قلّبتهاش على الناحية التانية غير لمّا أخدت اللون الجميل ده، وأخدت بقية التوابل، وكل فترة كده بقيت آخد التوابل وبالفرشة أمشي على الفراخ كده بالتوابل دي، بتخلّيها كده طرية وبتنزل على الفحم بتدّي ريحة حلوة جدًا. وقعدت معايا في التسوية بجرة ساعة إلا ربع، وبجد طلعت حلوة أوي وكده مستوية من جوه، والتتبيلة اللي احنا عملناها خلتها طعمها وريحتها تجنن، وخصوصا بقى الزبدية السحرية اللي مجرد نص ساعة قبل الفحم خلتها طرية جدا ومأخدتش مننا وقت خالص. وهنا بقى أنا قدمتها مع رز بالمكسرات أو رز بالخلطة، هيظهر لكم دلوقتي في البطاقات وكمان هيظهر لكم في صندوق الوصف. تقدروا كمان تقدموها مع أي نوع من المكرونة. يا رب وصفة النهاردة تكون عجبتكم.